تعرف إن الحيتان والدلافين في الحقيقة ثدييات زي البشر بالظبط، يعني بيشتركوا معانا في حاجات كتير زي إن عندهم هيكل عظمي ودمهم دافي، وكمان بيولدوا صغارهم أحياء مش بيبيضوا. لكن الفرق الكبير بيننا وبينهم في البيئة اللي عايشين فيها. إحنا كبشر بنعيش على اليابس وبنقدر نتنفس بشكل تلقائي من غير ما نفكر، حتى لو إحنا مش مركزين جسمنا بيتصرف لوحده ويدخل الهواء بشكل طبيعي. لكن الحيتان والدلافين لأ، الوضع مختلف تماما. عشان هم عايشين تحت المية، جهازهم التنفسي اتطور بطريقة فريدة، يقدروا يفضلوا تحت المية لفترات طويلة، أحيانا يوصلوا لنص ساعة أو أكتر من غير ما ياخدوا نفس. وده بيخليهم مضطرين يتنفسوا بشكل واعي، يعني لازم ياخدوا قرار إنهم يطلعوا وياخدوا نفس. الموضوع مش تلقائي خالص زي عندنا. طيب المشكلة فين؟ المشكلة إن عقل أي كائن ثدي بما فيهم الحيتان والدلافين محتاج يرتاح ويدخل في حالة لا وعي من وقت للتاني عشان يشتغل بشكل كويس، يعني محتاج ينام. بس ازاي هينام وهو لازم يفضل واعي عشان يتنفس؟ هنا بقى كانت الأزمة. لما تكون بتتنفس بوعي ما ينفعش تسيب دماغك تفصل تماما، لأنك ببساطة ممكن ما تصحاش تاني. فالحل العبقري اللي ربنا أوجده في الكائنات دي هو إن نص الدماغ بينام والنص التاني بيفضل صاحي، كده بيقدروا يناموا وياخدوا راحة وفي نفس الوقت ما يغرقوش أو ينسوا يتنفسوا. العلماء درسوا الظاهرة دي خصوصا عند الدلافين باستخدام حاجة اسمها تخطيط كهرباء الدماغ أو ال EEG. بيحطوا أقطاب على دماغ الدلافين عشان يقيسوا النشاط الكهربائي اللي بيحصل جوه، ومن خلال الرسومات اللي طلعت اكتشفوا إن فعلا في نص من دماغ الدلافين بيكون مطفي والتاني شغال، وبيفضلوا على الحالة دي حوالي 8 ساعات في اليوم. طب يا ترى إحساسهم عامل إزاي وقت الراحة دي؟ إحنا مش بنقدر نعرف بالظبط، بس ممكن نتخيل. غالبا بيكون زي الإحساس اللي بيجي لينا وإحنا بنبدأ نغفل وندخل في النوم، بنبقى شبه نايمين بس لسه عندنا وعي كافي يقومنا لو حصل أي حاجة حوالينا. طيب سؤال مهم، الدلافين والحيتان بيناموا فين؟ غالبا في أي مكان في البحر، لكن منطقي إنهم يفضلوا قريبين من السطح عشان يقدروا يطلعوا ياخدوا نفس بسهولة أثناء النوم. وممكن تشوف دلافين بتعمل حاجة اسمها لوجينج، يعني بتكون بتعوم بهدوء على السطح بحركة بسيطة جدا، وغالبا في اللحظة دي بيكونوا بياخدوا غفوة. وبس كده، دي كانت معلومة جديدة خلتنا نبص للعالم بزاوية مختلفة ونعرف حاجة عن صنع الخالق. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم في فيديو جديد وفي أمان الله.